ازاي تقدر تحول اي رسمة عندك لصورة 3D احترافية تشد العين وبضغطة زر، وكمان بضغطة زر تانية هتقدر تحولها لفيديو احترافي، وكل ده مجانا وبلا حدود. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، معكم طارق جاد. وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهاردة جايب لك طريقة سهلة وبسيطة جدا تقدر تحول بيها اي رسمة عندك 2D لصورة 3D احترافية، وكمان في اخر الفيديو هعلمك ازاي تحركها بشكل احترافي مجانا وبلا حدود. كل اللي عليك من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف يدخلك على رابط التدوينة الخاصة بموضوعنا النهارده. كل اللي عليك يا صديقي بس هتنزل لاخر التدوينة هتلاقي روابط مباشرة اللي هنشرح عنها. اول حاجة وطبعا غني عن التعريف موقع ChatGPT، وده اللي هنحول فيه الصورة او الرسمة بتاعتنا ل 3D. طبعا ChatGPT بيديك 3 محاولات يوميا. عشان نتغلب على الموضوع ده ونعمل محاولات اكتر هندخل على موقع الصورة التابع لChatGPT، هنعمل عليه نفس الكلام بنفس الطريقة. طبعا صورة بيدينا 12 محاولة يوميا، كده يبقى عندنا المجموع 15 محاولة. ولو انت حابب تعمل اكتر من كده كل اللي عليك بس يا صديقي هتغير الحساب، هتسجل ChatGPT بحساب جديد، فطبعا تلقائيا صورة هيتغير بالحساب الجديد فيبقى معاك 15 محاولة جديدة. وعشان ما اطولش عليك في الشرح كل اللي عليك بس هتنسخ البرومبت اللي انا سايبه لك بالشكل ده. ندخل دلوقتي على ChatGPT وهنبدا نرفع الصورة بتاعتنا زي ما اتكلمنا كده في الشرح، هنبدا نختارها بالشكل ده، وبعد كده هنبدا نلصق البرومبت اللي احنا خدناه كوبي وبس كده. كل اللي عليك بس هتبعتها لChatGPT، ولحد ما ينتهي من انشاء الصورة هنرجع كده للتدوينة بتاعتنا وندخل على موقع الصورة عشان اعلمك برضه هناك ازاي تعمل نفس الموضوع. الصورة طبعا بيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده، وعندك هنا خانة مسؤولة عن كتابة البرومبت ورفع الصورة. هنبدا نضغط على زر الزائد ده كده وهنضغط ابلود، وهيوجهنا للكمبيوتر بتاعنا. هنبدا نختار الصورة اللي احنا عايزين نرفعها، وطبعا هنحط البرومبت بالشكل ده كنترول في، وبمجرد ما بتترفع الصورة هنبدأ نضغط ريميكس. هتترفع عندنا فوق هنا كده في الإشعارات، بمجرد ما بتنتهي هيقول لك إن تم الانتهاء. هنرجع كده لChatGPT عشان نشوف الصورة اللي اتعملت، وزي ما انت شايف كده حاجة جامدة جدا جدا. طيب كده احنا خلصنا الخطوة الأولى. هنحفظ الصورة بشكل طبيعي، نضغط هنا حفظ، هتتحفظ عندنا في الجهاز. ممكن نرجع لصورة ونشوف الصورة اللي اتعملت بالشكل ده، هنشوف النتيجة زي ما انت شايف كده، حاجة كده تحفة. نرجع بقى للموقع اللي هيحول لنا الصورة اللي احنا عملناها لفيديو. طيب موقع جامد جدا وشرحنا عنه قبل كده، وهسيب لك رابط التدوين ده كمان، واللي ان شاء الله هننزل عنها فيديو قريب علشان ازاي تزود الكريدت بتاعتك داخل الموقع بشكل مجاني ومن غير ما تشحن ولا جنيه. ننزل كده لاسفل التدوين برضو وهتلاقي رابط مباشر للموقع بتاعنا هيوجهنا على طول للموقع. احنا طبعا سجلنا بجوجل بس علشان اوريك عدد الكريدت اللي معايا. طبعا الحساب اول ما بتبدا بيديك 40 كريدت بحد اقصى، وساعات بيديك كمان 20 في فتره من الفترات. فانت تخيل انا معايا 300 غير اللي صرفته وغير كمان اللي اقدر اجمعه كمان. عشان تتعلم الطريقه ازاي تجمع الكريدت ده انتظر الفيديو الجاي ان شاء الله، هينزل في خلال يومين 3 بالكتير. دلوقتي احنا عايزين نحول الصوره بتاعتنا لفيديو. هندخل على الاختيار ده Image to Video. بمجرد ما تدخل للواجهه دي اول حاجه لازم تغير الموديل اللي انت بتستخدمه، لان اول موديل هو بيبقى عاطيهولك ده الموديل للناس اللي هي مفعله الخطه البرو. طبعا مش هنقدر نستخدمه فهنقدر نستخدم الفيو 2 بس. نبدا هنا بالشكل ده نرفع الصوره بتاعتنا اللي احنا عايزين نحركها. بعد ما رفعت الصوره بالشكل ده تبدا ان انت تكتب اي حركه انت عايزها، وتقدر ان انت تديها للذكاء الاصطناعي على طول وهو يعمل لك حركه عشوائيه كده من دماغه، وتشوف النتيجه ممكن تبقى عامله ايه. انا مثلا هوريك مثلا حركه عشوائيه كده، هتظهر معاك النتيجه بالشكل اللي انت شايفه ده. بمجرد ما بتمشي كده الماوس بيبدا ان الفيديو يشتغل، يعني حركه مضحكه جامده كده. طبعا لو انت مش راضي عن الجوده بكل بساطه بتضغط بس هنا في الاسفل على اختيار اب سكيل، بيبدا يظهر لك عده اختيارات، كل اختيار بياخد مقابله عدد معين من الكريدت. طبعا مثلا ممكن نختار 1080 حاجه في المتوسط كده ياخد 8 كريدت، نضغط كونفيرم.
هيبدأ ان هو يرفع لنا امر جديد بيعمل فيه رافع لجودة الفيديو اللي هو عمله. طبعا لو انت حبيت الفيديو وحابب تحمله طبعا هتضغط بس هنا بالشكل ده، بمجرد ما تضغط عليها كده هيبدأ ان هو يحمل معاك اوتوماتيك. ودي بعض النتائج اللي حصلنا عليها بعد ما كتبنا برومبت وضغطنا كده مباشر وجربنا كذا حاجة. بصراحة حركات جامدة جدا وبسيطة جدا، تقدر ان انت بقى بافكار كبيرة وانك تقدر تحط صورة بداية وصورة نهاية، تقدر ان انت تعمل حركة جامدة جدا زي الفيديوهات دي. الفيديوهات دي كلها معمولة بنفس الموقع. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.